اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه؟ وحشني كتير والله. احنا النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ الرز المعمر، الطريقه التقليديه اللي كلنا عارفينها مع طريقه الحاجه. فهنمشي بقى ايه واحده واحده مع بعض كده. طب انت دلوقتي ما فيش معمر قدامك، ماشي يا ولاد؟ ما تصبروا عليا واحده واحده. احنا مطلعين بقى الزبده بتاعتنا ديت من الفريزر علشان اسيحها. واللبن بتاعنا برضو طلعته يفك اهو زي ما انتم شايفين. وهنبدأ نسيحه كده واحدة واحدة عشان نعمل المعمر بتاعنا. وطلعت برضو الحاجات بتاعة العصير، وطلعت الجبنة تفك اهيت، الجبنة الموتزاريلا، علشان ايه؟ نعمل المعمر بتاعنا. ماشي يا حبايبي. والحلة التانية اللي متولى عليها ديت، كنت انا في السوق بالليل وجايبة شوية جزر، فقلت بقى اعملهم مربى جزر. ماشي. عملتهم بقى والله ما بشرتهمش كده ولا لا، قمت ماسكاهم مقطعهم طرنشات كده، وحطيت عليهم السكر ورقه الفانيليا وقشرتين استفندي. ولحت عليهم بقى يتسلقوا. بعد ما يتسلقوا كده انا هفرمهم بقى في الخلاط، عشان انا مش عندي الهاند بلندر ده، ما هوش عندي صراحه ربنا يعني. في ناس بتعملها بقى كده وهي في الحله بتقوم فرمها فرمه بسيطه واحده بالهاند بلندر، بس انا مش عندي. بس الحمد لله واحده واحده هنجيب كل حاجه. والحمد لله عملنا المطبخ بتاعنا جددناه وجبنا بوتاجاز جديد. والحمد لله طول ما احنا بنحمد ربنا وصابرين ربنا يرضينا ويدينا احسن حاجه في الدنيا. والله العظيم يا حبايب قلبي. اهو زي ما انتم شايفين كده ولعت البوتاجاز وهسيح الزبده بتاعتنا. وباذن الله ربنا يكرمنا وهيتوب ايام اللي جايه احسن، وربنا يرضينا كلنا يا حبايب قلبي والله. بس مع الصبر والناس تصبر وتسيبها على الله كده هنبقى احسن ناس في الدنيا باذن الله. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى الزبده بتاعتنا دي زبده بقري، نزلتها كده بقى عشان اسيحها. هعمل منها بقى معمر، شوف وطيت عليها عشان متحرقش. هعمل منها كنافه، اعمل بسبوسه، اعمل اي حاجه انا عاوزاها. بحبها بتبقى خفيفه عن الزبده او السمنه الجمسي. ودي اللبن بتاعنا اهو طلعته من الفريزر علشان يفك. ودي الجبنه بتاعتنا برضو. ماشي. وكنت يومها هعمل ايه يا ربي؟ عصير برتقان وجزر. انا بحب البرتقان والجزر بيبقى طعمه حلو قوي. ماشي. وكده كده ايه ماشيين مع بعض واحده واحده على ما الزبده بتاعتنا تفك باذن الله. نقرب بقى نعمل المعمر مع بعض. اهو بوريكم اهوت يا حبايبي ان انا ايه البوتاجازين العينين شغالين مع بعض. ماشي. واحده واحده كده عشان ما نروحش من بعض في حته تانية ولا نتلخبط من بعض. اهو اهم حاجه بقى اللي وصل لعندي هنا كده يحط اللايك والاشتراك ويفعل الجرس، واللي عنده منتدى يرفع لنا منتدى بعد اذن حضراتكم يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويكبر خواطركم حق الشهر الكريم. ماشي. اهو زي ما انتم شايفين كده. بوريكم برضو اللي عندي الان. يعني ايه، شوفوا قولوا لي رايكم في الرخام، قولوا لي رايكم في البلاط. عاوزين نتكلم واحده واحده. انا حبيت اطول الفيديو شويه عشان نتكلم مع بعض، عشان انتوا وحشيني والله. ماشي يا حبايبي. اهو الزبده بتاعتنا فكت اهي زي ما انتم شايفين كده. وبدأنا نقلب فيها الرغاوه دي بقى كلها بتنزل تحت، بتبقى ايه؟ الملوحه او المرته بتاعتنا. اهو زي ما انتم شايفين كده. ماشي يا حبايب قلبي. طول ما انت واقفه بقى في المطبخ وبتسيحي السمنه البلدي وانت ايدك فيها، ما تسيبهاش وتروحي في اي مكان. والامي عندي فامي بتقول لي ايه؟ انت مش بتحط ملح لسه في الحته دي؟ فبتقول انت مش بتحط ملح ليه وانت بتسيحيها؟ قلت لها ياما انا هعمل منها حلويات، يعني اعمل منها بسبوسه، هعمل منها كنافه، هعمل منها اي حاجه تخش فيها الحاجات ديت. فعلشان كده مش هعرف احط فيها الملح في الاول. فبخلص بقى شوفوا بوريكم المربى بتاعتنا كانت بتتسلق اهي زي ما انتم شايفين كده. حطينا السكر اللي على الوش كله باش، وبقى ما شاء الله جميل وزي العسل. فنرجع تاني لمرجوعنا ايه؟ في الزبده. فبتقول لي بقى انت بتحطيش ملح ليه؟ قلت لها انا مش بحط ملح علشان احنا في الحلويات مش هنحتاج ملح. ففي الاخر خالص بعد ما بخلصها وبسيحها بقوم شويه المرته اللي فاضلين بقوم حاطه عليها حبه الملح. اهو زي ما انتم شايفين كده الرغاوه بتاعتنا نزلت فيها اهيت، علشان دي كلها تتحول تبقى ملوحه وتبقى جميله وزي العسل معانا في الاخر. اهو اللبن بتاعنا ولعت عليه رخر يفك او ياخد غلوه كده علشان نعمل منه المعمر بتاعنا ويبقى حلو وجميل وزي العسل. وكانت السمنه بتاعتنا هي خلاص كده قربت خالص نطفي عليها.
الملاحه بتاعتنا نزلت تحت او المرته زي ما انتوا بتقولوا، وخلاص كنا قربنا اهو نخلص ونطفي عليها علشان ننتبه لايه، للمعمر. يبقى احنا كده ماشيين واحده واحده، والبوتاجاز بتاعنا شغال على الثلاث عيون اهو. بنعمل الثلاث حاجات مع بعض. هي اي ست بيت مصريه في رمضان تلاقوها يا عيني مشغله البوتاجاز كله ومشغله العيون كلها علشان تنجز وقتها بدري وتخلص، وفي نفس الوقت يبقى الاكل سخن اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. ربنا يدوك الصحه وطولة العمر يا رب، يا احلى اخوات في الدنيا. كده خلاص خلصنا بقى، السمنه نزلت كلها تحت اهيت اهي. والمرته بتاعتنا ما تخليهاش تحمر قوي، اهم حاجه السمنه بتاعتك ما تحمرش قوي علشان ما يبقاش اللون بتاعها مغير وتبقاش حلوه معاكي كده. طول ما انت بتقلبي فيها وهي بتنزل لتحت زي ما انتوا شايفين كده. الناس بتفضل تعمل بقى فيها بالربع ساعه، اهم حاجه تكون النار بتاعتها زي الشمعه عشان ما تتحرقش اهو. يعني انا كده ما غبتش فيها، ما كملتش 5 دقايق معايا. هي الناس بتغيب فيها عشان بتوطيها، بتوطي النار بتاعتها عشان ما تتحرقش، والمرته بتاعتك تطلع ايه حلوه كده ولونها فاتح وتبقى زي العسل وجميله وسكر. وكانت معانا اللي بتاعت التانية المربى خلصت برضو، بس احنا نطفي عليها بقى ايه كده وايه ونبقى نسيبها اما تبرد، اما تبرد خالص وتبقى حلوه كده نبقى نفرمها علشان نعبيها في البرطمانات بتاعتها بقى زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه الحاجه تكون معموله في البيت والحاجه تكون نظيفه، وايدك طولت ما انت شغاله ايدك تحت الميه، غير ما انت تجيب الحاجه من بره الواحد ما هوش عارف هي مسلوقه ازاي ولا معموله ازاي ولا متسيحه ازاي. كن انت ايدك في بيتك في كل دقيقه تحت الميه، حاجتك نظيفه وعيك نظيفه الحمد لله. يعني دي نعمه وفضل علينا من عند ربنا. النظافه ديت النظافه من الايمان فعلا. فالحمد لله رضا ربنا يدوم علينا الصحة وطولة العمر يا أحلى أخوات في الدنيا، واجعله شهر كريم وشهر مبارك عليكم يا رب وعلى أولادكم وعلى أسرتكم السعيدة يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده اهوت احنا ماشيين مع بعض كده اهو. بوريكم اللون بتاع المرته اللي تحت اهو، بوريكم اللون بتاعها بقى عامل ازاي او وصلنا لعند فين مع بعض احنا والسمنة دي زي ما انتوا شايفين كده. هي دي بقري، الكيلو في البقري ب135 والتانية بتهيألي ب150، يعني فرق بسيط برضو مش فرق جامد، بس دي خفيفة، البقري خفيفة بتبقى حلوة في الحلويات ومظبوطة في الحلويات وكده. اصلا المحلات اللي بره ما بتحطش سمنة بلدي، يعني زي ما انتوا عارفين كلكم كده ما بتحطوش سمنة بلدي، بس انت بقى في بيتك عشان بتعملي لعيالك وبتظبطي دنيتك فبتحطي بقى انت ايه حته سمنه بلدي، بتبقى العيال صغيره صايمه كده. يعني زي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي انا ما رضيتش افصل الفيديو ولا اطفي خالص الا ايه عشان نبقى ماشيين مع بعض واحده واحده. ودي بقى السكينه بتاعتنا والحله دي كان فيهم اللبن، فقلت اما اغسلهم كده ايه مع بعض. بس المشكله ان انا كنت ماسكه التليفون وبصور لنفسي. باذن الله يا حبايب قلبي باذن واحد احد هجيب حامل واحطه علشان اعرف ايه اتحكم في التصوير، والتصوير برضو يليق بيكو ويبقى مظبوط ويبقى زي العسل كده باذن الله مع بعض. باذن واحد احد انا متفائله خير، هنعمل كل حاجه مع بعض باذن الله يا حبايب قلبي. وهو انتوا شايفين بقى الرز بتاعنا اهو جبته غسلته ماشي، كنت اللبن بقى غلوه وطفت عليه اللهم صل على النبي. جبت بقى يوسف مسك التليفون ليا عشان يصور اهو. الرز بتاعنا ده غسلته ونقعته وحطيت عليه شويه الملح، وده نص كوبايه سمنه زي ما انتوا شايفين كده على زيت، حتى بس حبه زيت بسيط كده علشان ايه الفلفله بتاعت الرز المعمر بتاعنا اهو. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي انا ماشيه معاكم واحده واحده، والله قسما بالله بطلع لكم بطبيعتي زي ما انتوا شايفين كده، ولا يعني الحمد لله احنا اخوات وربنا يدينا الصحه وطولة العمر ونمشي مع بعض واحده واحده. السمنه بتاعتنا اهي كنت سيحتها بقى وخلصت فضيتها في البرطمان اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ما تخليش اللون بتاعي يحمر قوي اهو، انا شايفاها كده مظبوطه. شوفوا صفرة وجميله ازاي،
3 معالق سمنه بلدي، ونص كوبايه سمنه على زيت عشان يبقى مفلفل وحلو. واحنا حطينا مع بعض قيمه ايه معلقه ملح كده علشان يبقى مظبوط برضو، ومية مية كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلب. ماشي. هنحط بقى اللبن بتاعنا عليه، بس اما تغلفي الرز بتاعك كله بالسمنه. اهم حاجه حبايه الرز بتاعتك تكون مغلفه بالسمنه علشان تطلع ايه شاربه سمنه كده ومفلفله وتبقى مظبوطه ومية مية. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، مسكته كله بالمعلقه، فركته كده فركه محترمه ومظبوطه اهو علشان يبقى معانا مظبوط وحلو ومية مية اهو. ماشي. قلبي بقى الرز بتاعك، ما تخافيش خالص ولا يهمك اي حاجه. واللبن بتاعنا ما شاء الله كان عامل وش ازاي اهو. سبت الوشه بتاعته دي برضو هحطها علشان يبقى المعمر بتاعنا مظبوط وطعمه حلو زي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بالرحمن. ما شاء الله اهو كده. عاوزه انا بقى ايه يعني، انا متعمده ارجع القشطه دي لورا علشان تبقى في الوش، تعمل معانا وش تبقى حلوه وجميله كده. انزلي بقى باللبن بتاعك، اظبطي بقى الايه القعد بتاعك، او انت عارفه رزك باخد لبن كتير او ميه كتير، انت اللي عارفه كل واحد رزها. يعني الرز بتاع المحلات ما هوش طبعا زي الرز الفلاحي بتاعنا. احنا عندنا في الفلاحين بنجيب الرز الشعير ده ويفضل عندنا طول السنه، نوديه المكنه نبيضه ونجيب نطبخ منه. شوفوا ما شاء الله القشطه صفرا وجميله ازاي. خلي بالكم يا حبايب قلب اللبن ده برضو بقري، انا جايبه اللبن وجايبه الزبده والحاجات ديت من البلد وانا جاي. نبت ما كنت هناك اخر مره وانا بكشف، فكنت عيناها بقى ايه ما سيحتهاش عشان رمضان باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي اهو. شفتوا عازوم كلهم اهو. نزلي بقى القشطه بتاعتك كده وظبطي ايه لقمه الرز المحمر بتاعتك. والله قسما بالله كانت سكر يا حبايب. شوفوا كانت سكر كده اهو. يعني فاض مننا طبق في الفطار والله العظيم سخنته وسحرت بيه، ما رضيتش اسحر عيش، كان طعمه جميل وكان زي العسل عشان اللبن بقري والسمنه بقري، فكله خفيف في خفيف ما هو سمين خالص. كله بقري. فتحط بقى شويه الجبنه بتوعك الموتزاريلا على الوش كده اهو علشان يبقى اللهم صل على النبي ايه جميل وزي العسل. شوفوا بقى ايديا باظت ازاي يا حبايب قلبي في الدهان بتاع الشقه. كنا بندهن فاني وجوزي والله العظيم، كل الصنايعيه نزلوا اهو، واحنا هو اللي عملناه، اللي بتاع الجير واللي بتاع الزيت دي كانوا ايديا. جبت انبوبه مرهم بتاع للحساسيه كده وبحط منها اهو. بقى زي ما انتوا شايفين ولعنا الفرن ودخلناه ما شاء الله ريحته حلوه والله العظيم، وهو لسه قايم يغلي كده. ولعت له بقى من تحت ومن فوق، وشغلت الشوايه عشان توزع الحراره على المعمر كله اهو. بوريهولكوا هو لسه ايه ما اتحمرش ولا عمل في اي حاجه خالص. بمسح بقى الفرن بتاعنا عشان الطربشه، عشان ايه يفضل الفرن بتاعنا نضيفه جميل شفتوا بقى يا حبيب قلبي، ده كان الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. وسلقت البيضه اهوت، وعملت السلطه والعصير والبطاطس وكله زي ما انتوا شايفين كده اهو. وجبنا عسل، انا عيالي بقى بيحبوا شوفوا اوريكم الزينه بيحبوا المعمر ياكلوا معاه عسل زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك بقى، اهم حاجه اللايك والاشتراك. ومع الف سلامه، اشوف وشكوا على خير.